الدراري، المهم انا راه كنت شاد الطريق ان شاء الله مباشرة الى شركة الخياطة اللي انا خدام فيها. المهم الاخوان ديالي الله يسهل على الجميع، اي واحد كيفيق بكري في هذا الوقت. دابا راه 6:15 دقائق ديال الصباح، يعني خصك تكون فايق في هذا الوقت باش تقدر انك تمشي في الترونسبور، والناس اللي خدامين في الخياطة راهم عارفين هادشي هذا. المهم انا وصلت شركة الخياطة دابا 6:45 دقيقة ديال الصباح. المهم صباح واحد الجو واعر ماشي عادي، وكانت الشتا كطيح، وهادو من طابع الحال الشركات والمعامل. المهم الاخوان انا دخلت المطعم ديال الشركة وقت الفطور كما شفتوا، راه 6:45 دقيقة الصباح. عندي واحد 4 ساعة غادي نفطر فيها، غادي نفطر على خاطري وغادي نطلع نبدا الخدمة ديالي. المهم الاخوان بالنسبة للنهار ديال السبت راه ما كنخدموش، ولكن يعني نظرا يعني كاين بزاف ديال الشغل اللي خصو يتسالى، يعني جيت في هذا النهار هذا باش نحاول اني نسالي الروتوش. يعني كيكون الروتوش بزاف في الماكينه ديال الكورتوز اللي انا كنخدم فيها، هذه هي الماكينه الاخوان. يعني كنحاول اني نصلح داك الروتوش ونصلحو دغيا، يعني الاغلبيه كنصلح داك الشيء وكنسالي وكنمشي بحالي. يعني في حال هذا النهار هذا ديال السبت يعني ما داش بزاف ديال الوقت وساليت، يعني تقريبا واحد 6 ساعات ديال الخدمه من طبيعه الحال. ولكن راه كتخدم بحال اللي يعني كتخدم بالزربه عاوتاني، يعني واخا كتكون الخدمه مرخوفه كتكون خدام على راحتك، ولكن حتى انت راه خصك دير الواجب ديالك ودير الخدمه ديالك. دابا هنا 10 ديال الصباح الاخوان، كنحاول اني نزرب ونسالي هادشي هذا، فهمتوني؟ يعني كل ما زربتي كل ما مزيان، وعاوتاني يعني كتخدم في الراحه ديالك في نفس الوقت، يعني ما انت مزروب ما انت بشويه. هادشي اللي كاين الاخوان. يعني في هذا النهار د السبت يعني احنا كنجلسوا في الشركه ديالنا كيكون الراحه، يعني ما كنخدموش هذا النهار هذا، ولكن نظرا للضرورات احكام. المهم الاخوه الله يسهل للجميع، والله يكون مع اي واحد في اي خدمه انه كيديرها، الله يسهل على كل شيء. دابا الاخوه الوقت ديال الفطور، الساعه الفطور مع 10 الصباح، ضروري كاين واحد الوقت ديال الفطور. والحمد لله الاخوان الله يسهل للجميع وبالصحه والراحه. وشكرا للمتابعين ديالي، اي واحد سواء في الشركه اللي انا خدام فيها او الناس اللي كيعرفوني، تحياتي للجميع وتحياتي لكل شيء. تحياتي للناس اللي كيقولوا كلمه مزيانه، وتحياتي لاي واحد شا خدم معايا في هاد الشركه اللي انا خدام فيها. يعني هادشي هذا راه كيفرح والله الا الدراري كيفرح، يعني فاش كيثيقوا فيك الناس وكيجيو يخدموا معاك في نفس الشركه اللي انت خدام فيها. هادشي هذا كامل الحمد لله بفضل الله، ونطلب الله التيسير والله يسهل على الجميع. المهم هنا رجعت للخدمه، بديت الخدمه كانت تقريبا دابا شي 11 الصباح. غادي نكملوا هادشي هذا دغيا الاخوان. يعني راه بحال اللي خدام برودكسيون، انا راه خدام بحال اللي خدام برودكسيون، ولكن هادشي هذا خصو يتسالى. المهم كالعاده الاخوان رجعت للماكينه ديالي، واي حاجه ماشي هي هذيك، اي حاجه روتوش كنصلحها من طبيعه الحال. انا حاولت نشارك معكم واحد الفيديو اللي يكون طبيعي ما بدون تصنع، فهمتوني الاخوان؟ يعني كيف ما كندوز النهار ديالي انا داخل شركه الخياطه ولا برا ولا خارج شركه الخياطه، يعني نبارطاجي معكم جميع التفاصيل. هذا علاش بزاف ديال الناس الحمد لله كيتبعوني في التيك توك، وشرف لي لان يتبعوني الناس ويثيقوا فيا، والناس يقدروا يجيو ويخدموا معايا. هادشي هذا راه كيفرح بزاف. الحمد لله على كل حال، وباقي الناس كيجيو ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا ربي من دابا الفوق غادي يجيو الناس بزاف عاوتاني. طلبوا الله التيسير والله يسهل على الجميع. المهم اي واحد ثق فيا وجا خدم معايا في نفس الشركه اللي انا خدام فيها في طنجة الاخوان، الله يسهل عليكم كاملين. هذا الفيديو هذا تلاقيت واحد الشخص صدفه، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا هذا الشخص اللي تلاقيته انا وكيفاش كان هذا الفيديو هذا، وعلاش اصلا هذا الفيديو هذا جا طويل، لان فيه شي معلومات ضروريين خصكم تعرفوهم، وخصكم الاخوان عفوا انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر ضروري باش تعرفوا شي حوايج اللي انا راه ما كنتش ناوي نبارطاجيهم معكم في هذا الفيديو، ولكن راه كاينين بعض الحوايج اللي كتكون انت ما ضارب لهمش الحساب وكيوقعوا، ولكن الحمد لله كيجيو في الوقت المناسب. المهم الاخوان ديالي هنا كنت صافي قربت نسالي هادشي هذا كامل من طبيعه الحال، ساليته الحمد لله، قدرت نساليه في الوحده ديال النهار. يعني بديت الخدمه مع 7 وساليت مع الوحده. فاش كنت خارج من شركه الخياطه يعني ساليت الخدمه، تلاقيت واحد الدري صاحبي اللي فايت له كان خدام معايا في شركه الخياطه، ولكن حاليا هو خدام سائق مهني ديال نقل العمال.
يعني خدام شيفور في الترانسبور ديال نقل العمال ديال الشركات وديال المعامل، سواء ديال الخياطه ولا الكابلاج. ودرت انا وياه فيديو، ولكن راه صدمني يا الاخوان، ولا تصدمني. تبعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر. اليوم معايا واحد شيفور الترونسبور. كما انا كنعمل معكم بزاف د الفيديوهات يعني على الخياطه ومشاكل د الخياطه والاجواء د الخياطه والوقت، يعني بزاف د الحوايج. دابا معنا سائق مهني بنقل العمال في طنجة، بدون ذكر الاسم ديالو وبدون ذكر يعني الاسم ديال الشركه اللي هو خدام فيها، وحتى هو ما بغاش يبان. دابا نسولوه بعض الاسئله، اسئله بسيطه جدا، يعني كيفاش الوقت ديال الخدمه، كيفاش الجوده الخدمه، كيفاش المعامله في الخدمه. غنسولوه شي اسئله بسيطه وغنبارطاجيو معكم هذا الفيديو، ولكن غتشوفوني غير انا. نكملوا مع الشيفور. كان صونالو التليفون، ما عرفتوش كيفاش غيجاوب. المهم دابا نسولو بعض الاسئله، دابا نسولك حتى تجاوب. فهمتي؟ دابا انت اصلا مع شيفور ترونسبور وفايت له خدام معايا في شركه الخياطه، يعني صباع صنايع والرزاق ضايع كما كنقول. الله يسر الجامع. مرحبا بك. مرحبا بك معايا. مرحبا بك معايا في هذا الفيديو. هذا جا صدفه، هذا الفيديو والله الا جا صدفه. جا صدفه بالله العظيم. واخا دابا بالزربه. مرحبا بك. انت خدمتي في الخياطه وخدمتي في الترونسبور، خدمتي في شركه الخياطه وخدمتي في الشركه الترونسبوريس نقل العمال. شنو هو الفرق اللي كاين، اولا شنو هو اللي الشيء اللي جاك حسن؟ انتما خاي ايوب، هو كتخدم في الترونسبور حر، ما عندكش ديك الضغط ديال الوقت، مي كتكون واحد الضغط ديال الخدمه عاوتاني. فهمتي؟ كتكون الضغط الطراجيت، الضغط كذا. فهمتي؟ الخياطه لا، كتبقى مرهون، حياتك كتولي موقفه على واحد الشركه مثلا 8 ساعات، راه كتولي تعيش في الخياطه اكثر من اللي كتعيش انت حر. فهمتيني خاي ايوب؟ دابا على هادشي كاينه واحد الحاجه اللي شوف، هما الخدامي كاملين كتلقى فيهم مشاكل وكتلقى فيهم ستريس وكتلقى فيهم اعصاب وكتلقى فيهم كذا وكتلقى فيهم كذا. هاي الخياطه كتكون مسؤول على راسك. بالنسبه للترونسبور كتولي مسؤول على راسك ومسؤول على الناس ومسؤول على الطوموبيل اللي انت مسؤول عليها. فهمتي؟ كتولي عندك واحد كتولي مثلا نقول لك انا، كتولي تحمل المسؤوليه، كتعرف قيمه المسؤوليه. مسؤوليه زايده ونورمال اخاي، الانسان راه كيثيق فيك، كيعطيك الطوموبيل وكيعطيك كذا وكيعطيك كذا والى اخره. زائد النفوس اللي كيكونوا معك، راه 19 بلاصه، راه ما كتمشيش غير بوحديتك. فهمتيني اخاي ايوب؟ هادشي علاش بالنسبه للترونسبور كتبقى حر، يعني خدمه حره، كتبقى حر، ماشي بحال شركه الخياطه. شركه الخياطه كتبقى مرهون، حياتك كتبقى مرهونه على ود 8 ساعات ديالك كتولي تعيشهم في الشركه. علاش كتولي دوز؟ راك انت دزتي من هذه المرحله وراك عارف شنو كاين، كتولي تقاتل هي مع النعاس، خدمه صافي كتولي مضغوط حتى داك الحد ما كتستافدش منه. فهمتي؟ بالنسبه للترونسبور كيكون عندك ضغط. فهمتي؟ كيكون عندك ضغط في هذيك ما بين دوك الطراجيات الصباح، كتكون انت عارف. فهمتي؟ تدخل هذا تدخل هذا، عندك واحد الطراجيات عاوتاني. فهمتي؟ وبالنسبه للحر تينا النهار ديالك كامل كيبقى لك حر، يعني عندك الوقت على شركه الخياطه، عندك الوقت، كتحس براسك راك عايش وعندك الوقت. بالنسبه واخا كنقولوا حنايا شي شويه ديال عرفتينا، عارف كل حاجه وفيها الايجابيات والسلبيات. راه كتلقى الراحه النفسيه، راه ما تلقاش بزاف د الحوايج عاوتاني. فهمتي؟ هذا هو اهم حاجه. وبالنسبه الانسان اللي باغي الخدامي كاملين مزيانين، ولكن راه اي حي دومين اخاي ايوب غتلقى فيه مشاكل وغتلقى فيه ضغوط وغتلقى فيه بزاف د الحوايج. هادشي اللي كاين، يعني الخدامي من طبيعه الحال اي خدمه فيها ستريس ديالها ومشاكل ديالها، من طبيعه الحال سلبيات وايجابيات ضروري. كتلقى واحد الحاجه زوينه وكتلقى واحد الحاجه اللي هي كتكون عاوتاني راه ماشي فهمتي؟ كتكون واحد الحاجه اللي صافي فهمتي؟ ضروري غتلقى الان، هذا هو الحلال. ضروري غتلقى المشاكل وضروري غتلقى، حيت ما يمكنش يكون واحد الخدمه اللي مرتاحه وفيها فلوس ما كاينش. هادشي اللي كاين، يعني ضروري المشاكل. ضروري. واخا خاي الشيفر، واحد السؤال اخر. هاد الشركه هذه اللي انت خدام فيها، واش كتجيك شركه مزيانه ولا شركه ماشي مزيانه ولا عشوائيه ولا كيفاش؟ شركه قانونيه بالوريقات ديالها، بالعالم ديالها، بكل شيء اخي. وريقاتك بالامور ديالك، كل شيء هو هذاك، كل شيء ليغال. يعني من ناحيه هاد الشركه ديال النقل ديال الترونسبور اللي هو خدام فيها، كل شيء يعني كل شيء هو هذاك، شركه قانونيه 100%. العالم كل شيء، هذا هو اهم حاجه. يعني كل شيء ناضي، كل شيء ناضي الحمد لله. الله عز. واخا خاي الشيفر كنكون علينا نقول الاسم ديالك. المهم دابا انت خدمتي في واحد الشركه د الخياطه بدون ذكر الاسم ديالها، كيفاش جاتك التجربه في ديك الشركه د الخياطه هذيك اللي انت خدمتي فيها؟ واخا حنا هضرنا على الفرق ما بين الخياطه
والشيفور، ولكن واحد الشركه هو خدم فيها وحتى انا خدمت فيها. غنسقسيوه كيفاش جاتو ديك التجربه في ديك الشركه هذيك، وشنو هما الاسباب اللي خلوه يخرج منها مثلا. كل اعصاب وكل ستريس اخي ايوب، راك عارف وخدمتي معايا وخدمنا مع بعضياتنا. بدون ذكر الاسم ديال الشركه، يعني شنو السبب الحقيقي اللي خلاك تخرج؟ السبب الحقيقي اللي خلاك تخرج هو كيكون واحد هذا موضوع طويل بزاف اخي ايوب، ولا جينا نهضروا باختصار طويل بزاف، وراك عارف وانت عارف وانا عارف. لا من وصلوا لهذيك الشيء حيت لو وصلنا له مسكين. لا يعني بدون، يعني لا قدرت تهضر بدون ما تجبد حتى اسم ديال شي واحد، فهمتي؟ غنجبد الاسم حتى ديال شي واحد. كتلقى واحد دابا الخياطه راك عارف شي كيفضلوا على شي كي توجيهات بزاف فهمتي. ما بالنسبه لي ما لقيتش باش نجاوبك، حيت علاش الموضوع طويل وغنجبدوا مشاكل وروينه، يعني مشاكل وروينه وانا عارف. عاود لهم هادشي هذا حيت انت مريت من داكشي اللي مريت منه انايا، وراك كنتي كتشوفني وكنا راه مده وحنا خدامين مع بعضياتنا. راه الضغط شي 5 شهور وحنا خدامين مع بعض. يعني المعاناه اللي دوزتها انا في ديك الشركه راه حتى هو هذا السائق هذا حتى هو الدوبلي ديالك. مازال انت راه ما انا غدوز الدوبلي ديالك اخي. يعني هو زاد طول من موراي في هذه الشركه هذه اللي كنا خدامين فيها انا ويا هاد الخياطه. داك الشيء علاش حتى هو بحال اللي نقولوا كره الدومين. يعني هو واخا من قبل كان شيفور نقل العمال، يعني سائق مهني، ولكن يعني قال بحكم انه كيعرف يخيط يدخل يشوف التجربه في الخياطه. ولكن انتم كتشوفوا يعني كل واحد والظروف ديالو، كل واحد مناش كيعيش. يعني الانسان اللي كيكون عنده واحد النفس قبيحه راه صعيب انه يتحمل شي حوايج، واخا عيا يتحمل راه صعيب انه يتحمل شي حوايج. كلمه اخيره اخاي السائق. اش غنقول لكم، الله يسهل على كل واحد، الله يعطي كل واحد للنوايا ديالو. وبالنسبه للارزاق راه ارزاق مختلفه وصافي، ربي اللي كيرزق ماشي العبد. المهم حنا كنعيشوا واحد التجربات في الحياه واللي فيها الخير ديال الله اخي ايوب، والله يسهل عليك. وتفاعلوا لنا مع ايوب ودعموه، يستاهل الدعم والله يستاهل الدعم. درويش طريف ولد الناس، الله يعمر راس العام، شنا منه غير الخير. خدمنا تقريبا مع بعضياتنا 5 شهور وحنا مع بعضياتنا، الله يعمر راس العام. شكرا اخوتي، تحياتي لكم. ولكن واحد السؤال واحد اخر عاوتاني اخي السائق، واش الا جاتك شي فرصه في شي شركه د الخياطه مره اخرى تقدر تمشي تخدم في الخياطه؟ اخر سؤال الدراري. لا ما نقدرش. واخا تكون هاد الشركه هذه من احسن الشركات وتقدر تغير الحياه ديالك 100%. ما نقدرش كتدفن راسك ماشي كتغير حياتك. هذا هو الجواب النهائي. والخياط انا قلت لك خياط كوبري حياته معذبه. علاش؟ الا جيتي تشوف خصك تهضر على ديك 3 شهور اللي كيعاني فيها الخياط، خصك دير لهم واحد الفيديو وتهضر على ديك 3 شهور اللي كتكون فيها الازمه، وكيفاش كيتعاملوا مع بنادم وكيفاش كيوليو يتعاملوا مع بنادم، كيفاش كيعاملك في الصيفيه وكيفاش كيعاملك في الشتوى. هذا الموضوع نخليه ليك وشي فيديو اخر ودرب. تحياتي الدراري، والفيديو ماجي غنهضر لكم على هذا العالم هذا وعلى هذه الفكره هذه. تحياتي لك اخي السائق. المعاناه ديال الخياط، على المعاناه ديال الخياط وشنو كيعاني في شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 وشهر. كاين اللي كتبدا له من شهر 11، كاين اللي كتبدا له من شهر 12، كاين اللي كتبدا له من شهر 1. خصك تعاود لهم على هذا الشيء. خصهم يعملوا لهم شي حل. الوقت ديال الازمه خصهم يعملوا لهم شي حل، واش الدوله تعمل لهم شي حل ولا الضمان الاجتماعي يعمل لهم شي حل. مهم شي حل خصو يعمل لهم في ديك 3 شهور. حيت كنشوفوا بنادم كيعاني وما كيلقى حتى ما ياكل اخي ايوب، هو بالصنعه ديالو. هادشي اللي كاين الدراري، وفري هادشي هذا راه كاين. الا ما كانش في جميع الشركات يكون كاين في بعض الشركات. اقسم بالله الدراري كاينش كاين كاملين. مهما خدام الخياطه باقا كتدخل واحد راه نصف المغرب، نصف طنجه، بنحضروا على طنجه اغلبيه الناس كيخدموا في الخياطه وكيعاني، فهمتي. هذا الموضوع غنخليه لك وانت هضر لهم في هذا الموضوع وبين لهم الحقائق اللي ما كيبينوهمش بزاف ديال الناس. يقول لهم مزيانه خياطه مزيونه خياطه حتى علاقه. الانسان اللي بغى يخدم شي حاجه من غير الخياطه، واللي بغى يتعلم شي صنعه يتعلم شي صنعه اللي حره اللي غينفع بها راسو. اما الخياطه راه مجرد اي واحد يقدر يخيط. باش كيقول لك هي الخياطه صنعه العينين، بعينك تعلم تخيط. علاش هادشي كنقول لكم اخوتي تعلموا شي صنعه اللي غترجع لكم بالمنفعه ماشي بالضروره عليكم. وشكرا لكم وتهلاو في راسكم وتحياتي وتهلاو لنا في ايوب. تهلاو الدراري وهادشي اللي كاين. نستناو الفيديو الماجي ان شاء الله باش نهضروا على هذه النقطه هذه في الوقت اللي كتكون فيها الازمه، كيفاش الشركات كيتعاملوا مع العمال اللي هما خدامين معاهم. وهادشي اللي كاين. نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله، والسلام.